البت دي مالها مؤدبة جدا جدا جدا، معروفة أبا عن جدا جدا جدا. أنا عارف إنها مش فاضية وترجع متأخرة. القرابة اللي جوه النادي عشان تجيب سندوتش تقعد على الكرسي تقوم المسمار خلع لك المنطلون. لا المنطلون بقى لا، المنطلون ايه ده يا جدعان في ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. وما زال الضحك مستمر، وشرفنا إن احنا نقدم الجزء الرابع من حصاد ضحك نادي الزمالك سنة 2022. القرابة اللي جوه النادي اللي ما فيش حمام حد تخش تعمل حمام تروح نادي الترسانة عشان تجيب سندوتش تقعد على الكرسي تقوم المسمار خلع لك المنطلون، المسمار خلع لك المنطلون. ايه ده يا جدعان في ايه؟ مع تشكيلة رائعة من عشوائيات الإعلام الزملكاوي وقناة نادي الزمالك. اللي ما فيش حمام حد تخش تعمل حمام تروح نادي الترسانة. الأموات يا جودة ما بيعوزوش حمام. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل ما هو جديد. جنينه الشجر عامل كده والعيال واقفه ورا الشجر تعمل حاجات خارجه عن الادب، واخد بالك؟ ويجي مرتضى منصور في اول ما كان عضو مجلس اداره وانا واقف جنبه لقيته جايب الجنايني وجايب مقص وبيقص الشجر. ليه؟ عشان الحاجات اللي كانت بتحصل لما رئيس النادي فوق قاعد مش دريان. احنا اللي سيرتنا بقت على كل لسان. لمنا بقى لمنا. تاني والغلبانه بنته بقالنا 10 سنين ماضيينها بوس بتقول بوس، كنتوا بتبوسوا بعض. تاني هريها بوس. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يمه المطهر 7 مرات 7 مرات 7 مرات. يلا غط مياه نادي الزمالك من الخارج ومن الداخل قبل تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة النادي في 30 مارس 2005. لا يا سادة، ده مش معقول. هذا ليس بعدل ولا يمكن أن يكون بعدل حتى قضاء الحاجة. في تفرقة إننا نطالب بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان. ايه ده يا جدعان في ايه؟ وعدم تواجدها بالعدد الكافي والشكل الآدمي ليست له علاقة بالتهذيب والإصلاح، ولكن له علاقة بأمراض البروستاتا والإمساك المزمن وريحة عراق كل زنيلة. ودي بقى الخرابة اللي كان بيزعم إنها حديقة. لا الخرابة لا. ليه الخرابه لا؟ لا اوعى تقول والله ما انت اللي عارفه. خرابة لا تصلح أن تكون حديقة للحيوانات. بموت في الشتيمة، بموت في الشتيمة، وبخني. جنينه الشجر عامل كده والعيال واقفه ورا الشجر تعمل حاجات خارجه عن الادب. ويجي مرتضى منصور في اول ما كان عضو مجلس اداره وانا واقف جنبه لقيته جايب الجنايني وجايب مقص وبيقص الشجر. ليه؟ عشان الحاجات اللي كانت بتحصل. طهرنا الارض وشطفنا العرض. خلاص النهارده ما بقاش عيد البانجو، بقى عيد الاحتفال بأبطال عزبتنا. شوفوا المجاري طفحة في كل مكان. بعمل حمام سباحة للعيال بتفوح الروايح منه. أيوة وبيتقل علينا منه. خرابة كانت ملاذ للبلطجية من غير أعضاء النادي يرتكبون فيها الأعمال المنافية للآداب. في ايه يابا؟ هو غلط في ايه؟ ما هو فعلا كان واخدني في الخراب. مش زبال يعني؟ ولا انت اسم الله شايفه مدير بنك؟ ويتناولون فيها المخدرات علنا. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل حبيبي. دي صور المبنى الماعي الحالي، مبنى غارق في مياه المجاري لا مؤاخذة. دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. انتوا بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاية من الشعب المصري ورايحة للشعب المصري. ودي حدائق ألعاب الأطفال الجمال قبل تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة النادي كان بسببها تحدث إصابات يومية لأطفالنا الأعزاء. وانا من هذا المبنى احب اوجه الكلام للسيد المسؤول رئيس لجنه حقوق الانسان ان لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكلى. والوطنيه والكبرياء. الراجل اللي اخترع الترماي عنده اللي هو البلجيكي، تمام، هو رئيس نادي. الراجل ده راجل ليه يعني كعيله
حتى السفير بتاعهم لما جه قال لي ده جدي سفير بلجيكا في مصر. ده نادي عريق، نادي عظيم. سؤال صعب، سوم الفنان يقول ايه لسوم الانسان؟ بس عايز اقول ان في مواقع، في شويه بنات صية عاملين موقع اسمه المختلط. هم مش واخدين بالهم الصوره اللي حاطينها بتاع المختلط ده صوره مرزباخ اليهودي او رئيس نادي الزمالك. مرزباخ الله يخرب بيتك انت امك انت وهي. مرزباخ ايه ده يهودي؟ اهو صورته هي اليهودي. ايوه قلتش حاجه انا بقى. اسكت يا ده هو اللي بيقول. ده تاريخ من 1911 وانا لما اطلقت عليه 2014 نادي الوطنيه والكرامه، انا مش كنت جايبها من الهوا، هو فعلا نادي الوطنيه والكرامه. اوعى تنزله بمناخيرنا الارض. من وعده والنبي يا ريس، كفايه بقى ده كمان وعد. اقول لك حاجه، موقع عبيط كده اسمه المختلط، تمام؟ عاملين شويه بنات سفل. عارف سفل ليه؟ لانهم حاطين صوره مرزباخ او رئيس نادي اليهودي. تخيل مرزباخ اليهودي حاطين صورته. يعني شوف وصلنا السفاله انهم حاطين صوره اليهودي. طب حط صوره نور الدهب، حسن حلمي، عامر، جلال ابراهيم. لو حاطين لي صوره واحد يهودي من 1911 وانتوا كنتوا فين؟ الاصل يدور، الاصل يدور. يعني تعال نروح لجورج رونالدو مازرباخ، ابن حفيد مؤسس نادي الزمالك، وهو بيحفز اللعيبه. انا وطني بنشد وبطنطن واتباهى بمجدك يا وطنطن، جالتك طول عمرها رجاله. انا وطني ومتحضر، بالرمل الاصفر متخضر. جورج رونالدو مازرباخ. تعال نشوف بيقول ايه لعيبه الزمالك ونرجع نكمل حوارنا. يلا بينا. Hello, I am the great nephew of George Meyersbach. الواطي لو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. قولها ورايا، الواطي لو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. الواطي ولو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. Who create your football club Zamalek more than 100 years ago. I have the same name and the same blood as him. صلاة النبي أحسن. A message to encourage you for the important game of tomorrow, your game, and make us proud. You are writing the history of the club. هو ايه الحكايه يا اخوانا؟ خلصونا بقى انا هسيبكم وامشي. تمشي تروح فين؟ انت خلاص بقيت في المساعد يا ليشع. مبروك علينا. مبروك علينا. يعني انتوا عايزين الكرة بتاعتنا تفضل محلك سر؟ احنا ناس بنتعب وبنخلص وبنشتغل وما بننامش وكل حاجه، وفي الاخر بيجي حكم مش راضي حتى ان احنا نعمل نتيجه كويسه. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام. هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ انا النهارده يا سياده المستشار بكل صراحه متخوف ان نادي الزمالك يجي نمره 2 تاني. ليه نادي الزمالك يجي نمره 2 تاني؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفاء، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، مفيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحت هذه الشركه. في وقت من الاوقات كان في ناس في البلد تمام كانوا عايزين يدوسوا على نادي الزمالك لصالح النادي الاهلي. تمام، الاثنين في مصر الوحيدين اللي وقفوا لهذا الرجل هو المستشار مرتضى منصور وانا. لكن انا لو نادي الزمالك اي حد هيجي عليه بالذات لما يكون من براه، الحمد لله تاريخيا انا اول واحد وقفت على الملأ وقلت له اللي انت بتعمله احنا عمرنا ما هنسمح ان انتوا تركبوا النادي الاهلي تاني علينا. وقعدنا مع مرتضى منصور في بيته وطلب منا طلب انا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كرة القدم. ايه الطلب ده؟ من فضلك يا كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي عشان معمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. ده الكفر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بقتش رياضه، اللي يلحق يجيب ساحر اقوى من الثاني هو اللي بيكسب. اذا سمحتوا لي باقتراح يا اخوانا، ايه رايكم لو الاستاذ حسن يعمل لنا شويه احجبه ظريفه يحطوها اللعيبه تحت بطاطهم كده في الماتش زي اخواننا بتوع افريقيا؟ يعني لازم تحت بطاطهم؟ لا مش شرط، كل واحد في المكان اللي يرتاح له. بسم الله يا ميدو، انا اخلي اصغر عيل عندي في الرمل هيضربك بالخرزانه على مؤخرتك. انت عارف اللي بيروح اوروبا في السن الصغير ده بيحصل له ايه؟ قول انت بقى. كل الناس اللي بتختلف معاها خمرجيه يا شمال زوين. لا مش بتوع النسوان الجديده اللي هم شمال عجل. تمام؟ عجل يا حراميه. انا واحد في الثلاثه. انا طلعت بسكر وبيحاول يعني يقول ان انا عجله بس مش عارف ازاي. ايوه
قلتش حاجه انا بقى. اسكت يا سيد. هو اللي بيقول. ليه؟ لان انا شايف ان ما زعلش مني يا استاذ بشار، هقول الكلام ده. انا شايف ان الكلام ده بيتعاد تاني. انا شايف ان في اولويه بتتعمل للنادي الاهلي في بعض النقاط، احنا برضو مش هنسكت عليها، لا سياده المستشار يسكت عليها ولا احنا هنسكت عليها. انت امك لسه عايش يالا؟ ربنا يديها الصحه. طب ما تخليك في سك امك. انا شايف ان النهارده انت لو بتقول ان حقوق رعايه مليار وكذا، لا الزمالك لازم ياخد بالظبط زيه بل اكتر. لو بتتكلم في حقوق بس ان النادي الاهلي هياخد كذا، لا نادي الزمالك لازم ياخد زيه بس اكتر. مام تعالي خديني يا مام، تعالي خديني يا مام، انا بعيط يا مام، بليز هيلب مي مام، بليز هيلب مي مام. الايام اثبتت فنيا وعلى المستوى الجماهيري مين اكتر فرقه بيروح لها جمهور في الملعب؟ الزمالك. يا لئيم انت لئيم مش كده. قلت ايه؟ بتزعل ساعات ان في ناس بتحاول تقلل من قيمه الزمالك وتقول ان شعبيه الزمالك وان عدد جمهور الزمالك اقل، هل حضرتك ده بيزعلك في لما بتسمعه؟ عايز اقول لك حاجه، انا كنت اول امبارح في مدرسه ندعو كده الندوه مع طلاب صغيرين في السن، فسالت مين اهلاوي، كان حوالي موجود في الاوضه 40 ولد. مين اهلاوي؟ حوالي 38 رفعوا ايديهم، ففاضل اثنين. طب بقول مين زملكاوي؟ فواحد رفع والثاني ما رفعش. بقول له انت ما رفعتش ليه؟ قال لي انا زملكاوي بس مكسوف ارفع ايديا. بعدين بص بقى 38 من 2 تقيله قوي كمان. الجيل طالع كله خلاص، واضح ان الزمالك الجيل ده ناوي يخليه ينقرض. مين اكتر ماتشات نسبه مشاهده؟ جيبوا كده، اصل خلي بالك الكلام ده دلوقتي بقى علم بيجابه ست مستشار، تمام؟ اقوى نسبه كل حاجه. وجرى ايه للدنيا؟ الناس كلها بقت فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ ده مين؟ الظابط المحترم ده زي المنسي كده. هو البنك اشتغل هنا كمان؟ ده المنسي. مش قادر امسك نفسي. قال لك اطلع هاجم الاهلي؟ لا هو كنت بتوجه اللي هو انت دلوقتي انت معانا وعايزينك تبقى معانا وتبقى ضد النادي الاهلي. من الاخر وما تتكلمش على نادي الزمالك. مين اللي كان بيوجهك من داخل الزمالك؟ ما انا بص كتير، قول لي امثله، سواء من اعداد من القناه، سواء مكالمات خارجيه. ده عالم صايع يا استاذ عبد الحفيظ انا متضايق منه من ماتش امبارح، ومتضايق منه من حاجات كتير قبل كده، وانا شايف ان هو غير جدير بموقعه كمدير الكره في هذا النادي العظيم. تقل دم امك، ما بحبوش الواد ده. ايه اللي انت عملته امبارح ده يا سيد؟ ده انت مدير كوره، ومدير كوره في نادي كبير. انت مال امك انت. ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي؟ الحركه اللي انت عملتها امبارح، وان انت ما مشيتش في ممر الشرف ومشيت بره ممر الشرف، حركه بلدي، حركه ما فيهاش اي اخلاق رياضيه. الاولى حمار والتانية حمار والتالتة بردك حمار وتدلع يا رشيدي على وش المي. ده قبل مباراه الكاس بيومين اتنين طالع في التلفزيون مع الاسف مع واحد اهلاوي، يعني للاسف في قناه اسمها شمس تجمعنا ولا حاجه كده، حاجه يعلم بها الا ربنا، طالع يقول ده واحد متربي مع الحمير. اقول سوري على اللفظ، هو قال كده. طب اقسم بالله انا عمري لا دخلت بيته وانا صغير ولا شفته وانا صغير. يعني هتربى على الحمير ازاي او هتربى مع الحمير ازاي وانا عمري ما شفتك وانا صغير ولا دخلت بيتك وانا صغير؟ يعني ازاي هتربى مع الحمير وانا ما شفتكش انت اصلا وانا صغير؟ ابنك يا حمار ولعلمك يا حمار، انا بزعل ولما حد يقول لك يا حمار. ابنك مش متربي يا استاذ. مش متربي ازاي؟ طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. مين انت يا سيد؟ حته بتاع قد كده خلاص، يكفي انك عيل اخوانجي والبلد سايباك هربان. ده قال لي ادب يا بوب، بنسكت له؟ يقل ادبه ياخد الجزم على دماغه، بس احنا برضه متربيين. هو كان يقصد ايه بالاحتواء؟ الحكم ده زي الدكتور بيشوف درجه حراره اللاعبين في الملعب، يعني هل متعصبين، هل هم هاديين، فهنا بيقدر يتعامل معاهم حتى يقدر يدير المباراه بالشكل الصحيح. طمني يا دكتور، دخلك شو صاير؟ اللي قلبي ولع مثل النار، علي راح وما قال طبيب دواني وعطيته عنواني، حكيت وحكاني وريح بالي. يعني يا كابتن عصام يعني ايه اختلافهم رحمه؟ هو يا لا، يا صح يا غلط. يعني حتى كمان البروتوكول بقى ليه روح. كل حاجه ليها روح والله. ما تضحكنيش يا سيف. بتسمي النصب والغش جليله يا معدوم الاخلاق. احنا لا بننصب ولا بنغش، امال بتسميه ايه ده؟ تعجبني. تعالى بقى نشوف ده اسمه ايه بموضوعيه. روح البروتوكول زي ما بيتكلم على روح القانون، في حاجات اكسبشن في كل شيء.
من غير انفعالات ولا تشنجات. اسمع بقى اما اقول، هنبحث الموضوع بالاسلوب العلمي ونناقشه بالمنطق ونحلله. نحلله طبعا عشان نحله. وطلع كل ده في البسكونيا. بارانويا 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 شيزوفرينيا. كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدارة. باي باي يا قطة، هبعتلك محامي. شكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده، وان شاء الله السنه الجايه يكون عندنا حصاد ويكون عندنا انتصارات وبطولات اهلاويه، وربنا يكتر ضحكنا على الزملكاويه. ما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.